مضحي نزال رشيد المعصب، من مواليد عام 1933، حاصل على شهادة الثانوية العامة، وعضو في أول مجلس أمة في تاريخ دولة الكويت عام 1963. شخصية مثقفة ومطلع على الأحداث السياسية في المنطقة وعلى مستوى العالم، عقلية سياسية وصاحب آراء ووجهة نظر خاصة وقناعات مختلفة دفعته لتقديم استقالته من عضوية مجلس الأمة. في منتصف الستينات توجه المعصب لدراسة اللغة في ألمانيا والمملكة المتحدة، ورجع بعد أن أجاد وأتقن اللغتين الإنجليزية والألمانية، بل وحتى الإيطالية وبطلاقة. في تلك المرحلة الشبابية كان معروف عن المعصب هوس وعشق للأناقة واقتناء السيارات الفارهة. القعدة مع العم أبو عمر لها مذاق خاص، واللي ما يستثمر الدقائق اللي يمنحها له يكون هو الخسران.